ونبدأ بأول خبر جامد يأكد صحة الكلام اللي كنا نقوله قبل كده. بزوف يا جماعة، واحد من الادمنز بتوع بلوكس فروت، كان بيجرب فاكهة الدارك من كام يوم. ازيك يا اصحابي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده يا جماعة جايبين شوية كلام كده جديد عايزين نقوله، تمام، بالنسبة للتسريبات اللي احنا بننزلها. بس قبل ما نقول الحاجات دي، اتمنى كل وقت ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويتابع فيديوهاتي عشان ما يفوتوش الجيف أواي اللي انا عاملها على 2000 روبوكس واي فاكهة بيرم انت تختارها في بلوكس فروت، تمام. ودي مش اول جيف أواي طبعا اعملها، انا عملت جيف أواي قبل كده على 500 روبوكس واخترت 5 يكسبوا الروبوكس ده، تمام. والسادس كسب فاكهة كنترول، وطبعا فاكهة الكنترول كانت عاملة ضجة أول ما نزل التحديث، فكان كله كان عايز كنترول. ففي جيف أواي جديدة دلوقتي أنا عاملها، شروطها سهلة جدا. أول شرط إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتتابع فيديوهاتي، تمام. تاني شرط يا جماعة إن أنت تكتب لي اسمك في الكومنت، عشان لو أنت كسبت أقدر أتواصل معاك وأبعت لك الروبوكس بتاعك أو الفاكهة البيرم أيا كان أنت كنت كسبت إيه. حاجة كمان يا جماعة عايز أتكلم فيها، معلش، سيرفر الديسكورد بتاعي أسفل الفيديو، خش سيرفر الديسكورد، لأن حرفيا إحنا كلنا كوميونيتي في بعض، بنعمل رايدات مع بعض، بنعمل تريدات، بنخش نلعب مع بعض. في ناس بتخش تكلمني عشان تصور معايا. حرفيا السيرفر ده انا بتكلم معاكم ونخش نلعب مع بعض، نعمل اي حاجه، محتاج مساعده في اي حاجه، حرفيا احنا كلنا بنساعد بعض. وقريب جدا يا جماعه هبدا اعمل عليه جيفوات خاصه بالناس اللي في السيرفر بس. فيلا بينا نبدأ بأول خبر معانا، وهي اللعبة بتقول إن هي ممكن تعمل جزيرة جديدة واتقال عليها الجزيرة الغامضة. فدي من أول تسريبات اللي معانا في الفيديو ده، إن بيقولك احتمال يعملوا جزيرة جديدة، ودي بيقولوا إن هي ممكن تكون في العالم التاني. وطبعا يا جماعة الأخبار دي أنا بجيبها من أونرات وناس في بلوكس فروت، يعني أنا مش بجيب الأخبار دي من أي حد، فدي أخبار أنا بجيبها من ناس موثوقة، تمام. ولو في خبر انا مش متاكد منه بطلع اتكلم واقول ان انا مش متاكد من الخبر ده، تمام. عايز اتكلم في حاجه كمان يا جماعه، موضوع الخبر اللي انا كنت اتكلمت عليه وقلت ان انا مش متاكد منه في الفيديو اللي فات، طلع الحمد لله غلط، علشان كنت انا اتكلمت في حاجه وقلت يا رب ما تحصل ويا رب يكون خبر غلط. وهي النمر، الصوره اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه، في ناس كانت بتقول عشان الفالنتين وبتاع والكلام ده كله، يعني بيقولوا ان هم هينزلوا النمر بالصوره دي. فدي بصراحه كان حاجه مضحكه جدا، وكانت في ناس كتير اعترضت عليها، والحمد لله كانت طلع كلام كله هبد في هبد. كانت في ناس بس طالعه ايه تعمل دوشه على السوشيال ميديا وخلاص كده ان هم ينزلوا النمر بالطريقه دي. الحاجه اللي بعد كده يا جماعه ان هم بيقولوا فاكر الزلزال هيتعمل لها ريورك وكل حاجه، وفي ناس طلعت تاكد على الكلام ده، بس بيقول لك هيتاخروا شويه بسبب ان هم بيطوروا فاكهه تانية. ايه الفاكهه التانية انا ما اعرفش، بس هم بيقولوا ان هم هيطوروا فعلا فاكهه الزلزال، نفس التوقعات اللي انا قلتها في الفيديوهات اللي فاتت، تمام، في التسريبات والحاجات اللي انا قلتها قبل ما ينزلوا الخبر. اصلا كنت انا طلعت اتكلمت في الموضوع ده ان هم هيعملوا ريورك لفاكهه الزلزال، وناس من الاونرات فعلا زي ما انتم شايفين قالوا ان هم هيعملوا ريورك لفاكهه الزلزال، تمام. وحتى كنت منزل صوره لحد من الاونرات بتوع بلوكس فروت، طلعوا اتكلموا قالوا ان دي من اكتر الفاكهات اصلا ان احنا شغالين عليها وتعبنا عليها عشان عايزين يطلعوها فاكهه محترمه، بس نزلوا تاني وقالوا ان هم هيأخروا بس الفاكهه دي شويه بسبب ان هم بيطوروا فاكهه تانية. وحاجه كمان يا جماعه سمعت عنها بس مش متاكد من الخبر ده بصراحه، بيقولوا ان هم هينزلوا سكن لفاكهه البوده، تمام. بصراحة الفاكهة دي معشوقة لناس كتير أوي عشان التلفيل، طبعًا هي فاكهة جامدة جدًا في التلفيل. وعايز أقول لكم على حاجة كمان يا جماعة، دي قليل مني واحتمال كبير إن هي تحصل، عيد الحب اللي جاي ده، تمام. طبعًا إحنا كمسلمين مش بنعترف بالحاجات دي، بس أنا طالع أتكلم بس في نقطة في اللعبة، أنا مش باتكلم عن العيد الحب لأن أنا مش باقتنع بالكلام ده. عايز أقول لكم إن في عيد الحب هيبقوا عاملين حاجات كده أنت بتاخدها من بوتات. فاكرين الكريسماس يا جماعة؟ مش كنت بتجمّع كاندي وتروح تفتح بيها فاكهة؟ نفس الكلام احتمال يعملوا حاجات كده بتجمّعها علشان تروح تفتح فاكهة في عيد الحب، تمام. حاجة كمان يا جماعة عايز أتكلم فيها، إن أنا كنت منزّل فيديو لسكيلات فاكهة الدارك، ده كان تسريب لسكيلات فاكهة الدارك، وفي برضه صورة نزلت، بس الصورة اللي نزلت دي أنا مش متأكد منها. الصورة دي skill فعلًا من سكيلات فاكهة الدارك، دي حاجة أنا مش متأكد منها، بس الصورة انتشرت شوية، فأنا قُلت أعرضها لكم، ممكن تكون الصورة دي صح لحد ما أتأكد من صحة الخبر ده، تمام. ونيجي كده يا جماعة على آخر حاجة هاتكلم عنها في الفيديو ده، سكنات لفاكهة التنين. زي ما أنتم شايفين يا جماعة في صور كتير أوي نزلت سكنات لفاكهة التنين، ودي كانت من صفحة أخبار موثوقة. أنا بصراحة باحب الصفحة دي ودايمًا باقرأ الأخبار والأخبار اللي فيها بتكون بنسبة كبيرة جدًا صح. وبالمناسبة الصفحة دي هي اللي طلعت كدبت الخبر بتاع النمر الskin اللي نازل ده، يعني أنا اللي كلنا أصلًا اتصدمنا. ده في واحد أصلًا كان كاتب لي في الكومنتات بيقول لي: "أنا اللعبة لو نزّلت skin النمر بالطريقة دي أنا هامسح اللعبة." حقك يا معلم. فبس كده يا جماعة الفيديو خلص، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتتابعوا فيديوهاتي. ولو أنت وصلت لحد النقطة دي في الفيديو هنغيّر كلمة سر
نخليها ايه، لو انت وصلت لحد النقطه دي في الفيديو اكتب لي بندو في الكومنت، تمام، وفرصه انت بتكسب معايا في مسابقه الروبوت او اي فاكهه بر انت تختارها، هتكون فرصتك اكبر من غيرك. فدوس لايك على الفيديو واشوفكم على خير، ولا يا جماعه مع السلامه.